السلام عليكم. تعالوا نبدأ حكايتنا مع بعض. هل فكرت إن رحيل شخص واحد ممكن يغير مصير أمة؟ وإن اليتيم مش بس وجع، ممكن يكون بداية لأعظم رحلة في التاريخ؟ إزاي ربنا سبحانه وتعالى يختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن يبدأ حياته من غير أب؟ وليه عبد الله بن عبد المطلب اللي كان في عز شبابه يمشي من الدنيا قبل ما يشوف ابنه؟ تعالوا كده نتخيل شاب من قبيلة قريش رايح رحلة قصيرة للشام، يرجع منها جثة في تابوت. هل كانت صدفة ولا بداية تدبير ربانية بيهيئ نبينا؟ دي مش مجرد حكاية حزينة، دي لحظة فارقة بتقول لنا إن العظمة أحيانا بتبدأ من الألم. الله سبحانه وتعالى بيهيئ رسله بطريقة مختلفة، قد تبدو طبعا قاسية في الظاهر، لكن جوهرها رحمة وحكمة. تعالوا نبدأ الحكاية ونشوف إزاي الوداع كان أول خطوة في طريق النبوة. عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان واحد من أكرم وأشرف رجال قريش. كان معروف بطباعه الطيبة وأخلاقه العالية، والناس كلها طبعا بتحبه وتحترمه. كان من سكان مكة ومتجوز آمنة بنت وهب اللي كانت زوجة محبة جدا ليه، وكانوا مستنين فرحة كبيرة في الطريق، مولود هيغير الدنيا كلها. لكن القدر ما سمحش إن الفرحة دي تكمل قبل ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتولد بفترة قصيرة جدا. عبد الله مرض شديد وما قدرش يقاومه، توفى بعدها، توفى وهو بعيد عن مكة، وترك آمنة حامل بطفله. اللحظة دي كانت صعبة جدا على آمنة وعلى أهل مكة اللي فقدوا راجل طيب وكريم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عبد الله زي أهل مكة كانوا بيتاجروا ويسافروا مع قافلة. القافلة دي كانت في رحلة في طريقها للشام، اتحركت من مكة لحد الشام، وفي طريق الرجوع من الشام وهو في يثرب، دي اللي هتبقى المدينة المنورة بعدين، تعب جدا وقرر يرتاح عند أهل زوجته هناك. لكن المرض كان أقوى وحالته ساءت بسرعة. الشاب اللي كان مليان حياة إن مع العسر يسرا بقى يودع الدنيا وهو بعيد عن موطنه مكة وعن آمنة زوجته. عبد الله توفى في يثرب وهو في عز شبابه، بالتقريب في الوقت ده كان حوالي 25 سنة، واتدفن هناك. والناس في مكة اتصدمت وبدأ الحزن يملى بيت عبد المطلب وآمنة. آمنة بقت أرملة وحامل، وبدأت رحلة صعبة علشان تتحمل المسؤولية بتربية الطفل اللي لسه ما اتولدش أصلا. ألم يجدك يتيما فآوى. لكن جد النبي عبد المطلب وقف جنبها وساندها في المحنة دي. يمكن ما عرفناش كتير عن عبد الله لأنه ما عاش لحد ما يشوف ابنه، لكن تأثيره واضح جدا. كان معروف بأخلاقه الطيبة، وده كان ليه أثر في تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رحيله وهو صغير ده كان جزء من حكمة ربانية، لأن النبي اتربى يتيم وتعلم الصبر والقوة من صغره، والصبر ده جهزه طبعا للمهمة العظيمة اللي ربنا اختاره ليها.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. آمنة رغم الحزن الشديد اللي كانت فيه والحمل اللي شالته كانت قوية جدا، تحملت الحمل والمسؤولية لوحدها ومشيت في طريق مش سهل. رغم الألم كانت مؤمنة إن الطفل اللي جاي ده هيكون ليه دور كبير. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا القصة دي بتعلمنا إن حتى في أشد الظروف الإيمان والقوة هما المفتاح. إزاي بتشوفوا تأثير فقدان الأب في حياة الطفل وأسرته؟ هل الصعوبات اللي واجهتها آمنة خلتها أقوى؟ ولو كنتي مكان آمنة كنتي هتعملي إيه في المرحلة دي؟ يا ترى إيه حكمة ربنا لما اختار إن النبي يتربى يتيم؟ تخيلوا إن الألم ممكن يكون بداية لنور جديد في حياتكم. وبكده نكون طبعا وصلنا للنهاية. شكرا قوي لكم كلكم إنكم كنتم معايا في الرحلة دي. دعمكم طبعا هو اللي بيخلينا نقدر نكمل وبنيجي للحظة اللي هتنور الدنيا كلها. وفي الحلقة اللي جاية طبعا هنتكلم عن ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النور اللي دخل على الدنيا كلها. شكرا لكم مرة تانية وربنا يبارك لي فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.